السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشرح ازاي تلعب بلور انت واصحابك في شاشة مقسمة سبليت سكرين بالتحديد تكسير. اول حاجة بندخل لعبة ندوس سكيب. تاني حاجة بنجيب مالتي بلاير وندوس اوكي. تدخل معانا دلوقتي على القائمة دي، هنختار سبليت سكرين عشان تلعب انت وكذا واحد. هنا اخرها 4 بتحدد الدراع، بتدخل الدراع عن طريق المثلث. بنجيب كاستم جيم، بندوس مربع عشان هيجيب القائمة دي بتحدد لك ان كان سباق ولا تكسير. موتور ماشي عن تكسير، بتحدد الوقت من هنا معاك لحد 15 دقيقة. بعد كده شوف بقى انت عاوز تعمل وقت قد ايه، بس انا عن نفسي اعمله 5 دقايق عشان وقت الفيديو. تنزل عند القائمة اللي هي كار كلاس دي، بتحدد فئة العربيات، لو ايه احسن حاجة، بي حاجة حلوة، دي وحشة، وسي وحشة. بتحدد ان عشان يجيلك كل العربيات اللي في اللعبة، وتيجي هنا عند الطريق قدامك كل الطرق اللي جت دي، بس انا بختار الطريق ده عشان هو المتعود عليه وفي رأيي احسن طريق في اللعبة. بنرجع من دايرة وندوس اكس عشان ندخل تاني نختار العربية. هنا بقى بتختار العربية على اساس الهيلث بتاعها، بحيث ان العربية تكون شديدة معاك تستحمل معاك التكسير. ولو عايزين نعمل لكم فيديو عن احسن انواع العربيات الموجودة في اللعبة اكتبوا لي في التعليق تحت. انا دلوقتي هختار الاودي، في شيفروليه دي برضو حلوة. الاودي هيختارتها مثلا، انا اللي تحت واخويا اللي فوق دلوقتي. اخويا دلوقتي هيختار العربية اللي هو محتاجها. اهم حاجة زي ما قلنا الهيلث بتاعها يكون عالي عشان تستحمل معاك، والسرعة بتاعتها حلوة، والتحكم بتاعها شديد عشان تحود معاك حلو. ما هو اختار الاوبل دي حلوة برضو. دلوقتي هندخل الجيم واشوف دلوقتي زي ما هقول لكم كده الشاشة مقسمة، يعني هيكون هو فوق وانا تحت مثلا، اهو زي ما قلت لكم كده هو فوق وانا تحت دلوقتي. وبكده يخلص الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.